بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد نتحدث فيه عما يحدث في الكرة المصرية في الوقت الحالي وأخبار مهمة جدا مش هتعرفوها غير هنا إن شاء الله. بس قبل ما نتكلم عن أي حاجة لازم تبقى مستوعب أيها المشجع الأهلاوي أنك تلعب في الدوري المصري، أنت بتلعب في الدوري المصري. والناس اللي كانت عندها تهيؤات طول الوقت ان اللعيبه اللي جايه الاهلي دي هتشيل كل فريق في الدوري اربعه وخمسه وسته، يبقى انت كده معلش حسبتها غلط. حسبتها غلط لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان الدافع عند كل فريق هيبقى اقوى بكتير جدا من الدافع اللي انت كنت بتشوفه قبل كده. الحاجه التانيه ان اللعيبه اللي انت بتلعبها انت بنفسك في اخر الميريكاتو كنت بتحاول تتعاقد معاهم. يعني عبد الله بكري ده انت كنت لاعب بتفكر انت تجيبه، ميسي ده كان عندك، مش عارف مين ومين لعيبه كتير جدا، لعيبه مهمه جدا، فبتعرف تلعب كوره. ففي كوره، في مدير فني واقف بره عارف فرقته وحافظها وعارف ازاي يتعامل معاها. فبالتالي اي فرصه هتبقى بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. فايها المشجع الاهلاوي، لك ان تتخيل انك اليوم لا تعلم ايه المشكله، اين المشكله داخل النادي الاهلي واين المشكله داخل فريق النادي الاهلي، انت مش عارفها. يعني انت سبت كل حاجه ومسكت في الشناوي. مش معقول كل ماتش الشناوي شارك فيه يخش فيه جول يبقى هو الشناوي، لا، ما ده مش طبيعي خالص يا جماعه. كورتوا بيخش فيه جوال عادي جدا والريال بيخسر عادي جدا، فاهم ازاي؟ فمش معقول كل مره يبقى الشناوي هو الخرم وهو الشخصيه اللي كانت مؤثره وهو السبب، لا. معلش، ايوه مشجع الاهلاوي، انت خلاص بقيت توصل فكره للجميع ان انت مش فاهم كوره، ان انت مش مستوعب انت فين. يعني انت مش عارف انت فين، درجه ان انت خلاص يئست وانت متعادل في النقاط، يعتبر لسه الدوري باقي كتير فيه. فازاي تكون بتفكر دايما ان كل مره تشيل حد الشيله؟ مره طاهر، مره الشناوي، مره محمد علي بن رمضان، ها؟ وبتنسى بقى الاساسيات بتاعتك اللي انت اصلا مفترض تبقى مستوعب كويس جدا ان الراجل يتروب ده المفترض ان هو طالع من بطولتين، بطوله منهم طالع في الدور ال 32 اللي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي غير مره واحده بس. فاذا الراجل ده بتاع نجوم، بتاع لعيبه بتلعب كوره، وانت ما عندكش دون طول الوقت. لو في لاعب عندك وقع هتبقى زيك زي اي فريق ما عندوش نفس الاحتياط اللي عندك او الامكانيات اللي انت تتمتع بيها يعني. فظهر تروب في هذه البطولتين اللي خرج منهم بدون لعيبه فاضي. النهارده اول ما نزلت اللعيبه بدا يلعب الاهلي، كان بقى تريزيجيه، كان زيزو، كان حتى امام عاشور بوجوده، محمد علي برمضان اللي خرج، بن شرقي، يعني فاهم، بالعمري. برضو انت واقف عند كيفيه التعامل مع ما يحدث داخل الفريق. هل المدير الفني مركز للدرجه التوب، واصل للليفل في التركيز ان هو عارف الفرقه اللي معاه ايه؟ انت دلوقتي قبل التوقف محمد شريف ده جاب لك جولين، لو تفتكر محمد شريف كان جايب لك جولين. مقعده ليه كل ده؟ تعتمد على لاعب صغير اقل منه خبره، تعتمد على لاعب جديد انت لحد دلوقتي مش مستوعب ومش فاهم هو ازاي اصلا الاهلي تعاقد معاه. ده مهاجم الاهلي ازاي؟ انت بتخرجه من القايمه بسبب التدريبات، فانت استحاله تكون حاطه في حساباتك. تخيل يبقى اللاعب المحترف اللي عندك التالت في المهاجمين. فاذا في مشكله كبيره جدا عندك يجب ان تقف عندها، تخص بشكل واضح المدير الفني اللي واقف بره. عشان ما اطولش عليك خلينا نبتدي معاك بمكافأة مالية ضخمة للاعبي نادي الزمالك. توتو على كبوته، اكسب بيراميدز، كل لاعب هياخد رقم محترم من السيد ممدوح عباس، وده اللي عرضه ممدوح عباس على اللعيبة من خلال إدارة نادي الزمالك. اكسبوا ماتش بيراميدز وليكم مني مكافأة كبيرة جدا. فممدوح عباس يرى أن هذا اللقاء مصيري والفوز يعني الزحف خطوة وراء استعادة الدرع. طيب، ايه تاني اللي جاي بقى ليه علاقة بنادي الزمالك؟ بس بلفة كده لازم تبقى انت برضو مستوعبها كويس، بما انك انت في الفترة الأخيرة كنت دايما بتتكلم عن ان نادي الزمالك عنده لاعب مهم جدا من المحتمل ان ينتقل لأحد الدول الأوروبية، وهو كان عنده الرغبة الكبيرة جدا يجيله عقد احتراف يمشي. ناس كتير اتكلمت على وجوده داخل النادي الأهلي، ولكن الموضوع قوت النادي الأهلي، لأن اللي داخل في الصفقة مش الأهلي ولا فريق بره. طلع بيراميدز هو اللي حاطط في خطته الفترة اللي جاية
اللاعب حسام عبد المجيد افضل سيرد باك في مصر، او افضل مدافع في مصر في الوقت الحالي، لان واضحين. شايف من وجهة نظره ان احتياجاته الكبيرة جدا اتجاه هذا اللاعب مهمة في الفترة القادمة، وبدأ بالفعل التحدث مع الإدارة آه، للسعي وراء حسام عبد المجيد لتواجده في الفترة القادمة داخل نادي بيراميدز. فلك أن تتخيل أن حسام عبد المجيد ممكن يبقى لاعب بيراميدز الفترة القادمة. ماشي. قلت لك انا على قصة محمد شريف، ده كان من قبل المباراة، ان الراجل شايف من وجهة نظره ان محمد شريف هو تاني لاعب بعد مروان عثمان والتالت كمويش، وهو النهارده شاركه، الدنيا جميلة يعني. طيب نروح بقى للاهلي. الاهلي بيرفض عرض راسنج سانتاندير الاسباني لضم بلال عطية ناشئ الفريق. الاهلي يرى ان العرض المقدم لا يليق ولا يرتقي لقيمة النادي الاهلي او قيمة بلال عطية. النادي الاسباني اراد وضع بند في العقد ينص على ان حالة صعود هذا النادي الى الدوري الممتاز الاهلي ليه 250 الف يورو، ما صعدش الاهلي ليه 125 الف يورو. فالاهلي شايف ان ده تعامل مش صح باي شكل من الاشكال لقله القيمه اللي بيفكر فيها. طيب بعد رفض الاهلي عرض النادي الاسباني، ظهرت مره اخرى مفاوضات مع هانفور 96 الالماني لضم اللاعب، وفي حاله ان الصفقه سينضم اللاعب الى النادي في نهايه الموسم نظرا لاقتراب غلق القيد. الاهلي شايف من وجهة نظره انا عندي استعداد لاحتراف اللاعب، ما عنديش مشكلة، ولكن بطريقة وقيمة تستحقها النادي ويستحقها اللاعب. دي كانت اخبارنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واشوفكم دايما على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.